تشرب ايه بقى وانت بره؟ ده تكمله للفيديو اللي فات، هتشرب ايه وانت بره. فانا هكلمكم على كل دول وايه اللي ينفع يتاخد في الدايت وايه اللي صحي اكتر، ركز معايا. هنبدا بقى بالهاي برو. الهاي برو بصراحه ده منتج محترم من دانون، انا بحبه جدا. فخلينا نقول ان اي حد بيتمرن ينفع ياخده دايما بعد كل التمرين، فانا ما عنديش اي مشكله معاه. بكتبه كتير، بكتبه بصراحه ساعات للاطفال بيحبوه جدا ولطيف، عامل زي الزبادو كده بس تقيل شويه لان فيه ايه مصل حليب اكتر شويه. 20 جرام بروتين دي حاجه محترمه جدا، وبعد التمرين هيفيدك جدا 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 وهيفرق مع عضلاتك جدا جدا. ينفع للاطفال بعد التمرين وهيحبوه، وينفع لو انت بتتمرن او لو انت بتتمرني تاخديه بعد التمرين، ما عنديش مشكله معاه. هل لو انا عامل دايت ينفع اخده كل يوم؟ لا بلاش كل يوم، 3 مرات في الاسبوع كويس بعد التمارين العنيفه هيبقى تمام جدا. انا اديله كدايت 8 من 10 واديله كحاجه صحيه برده 8 من 10 لان مكوناته كلها محترمه جدا، فهو ياخد 8 من 10. 8 من 10 ينفع تاخده 3 مرات في الاسبوع ولا حاجه، فما عنديش اي مشكله معاه بصراحه. طيب نتكلم بقى على العصاير. لو انت بره تطلب ايه، ركز معايا هنا عشان في مشكله كبيره جدا. ده ينفع كل يوم في الدايت، مرتين 3 في اليوم مفيهوش مشكله. ده ما ينفعش ولا يوم في الدايت. فخليني اقول لك حاجه، ده اولا عصير ليمون نعناع وده عصير بطيخ. قلنا ان مشكله العصاير جوه الدايت الفركتوز، فعصير البطيخ فيه فركتوز كتير جدا جدا ومفيش اي الياف، فشكرا سيء جدا جدا للدايت. الليمون نعناع مفيهوش اي حاجه، مفيهوش فركتوز، ليمون على نعناع بس. لما انت تطلبه قول له انا عاوز النعناع يبقى فريش مش سيرم وما تحطش عليه سكر، وممكن انت تحط عليه سكر دايت. الحاجات اللي انا بحبها جدا 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 وباخدها كل يوم عادي خالص. فاولا ده اديله كدايت وكصحي 10 من 10 في الحالتين، 10 من 10 كدايت و10 من 10 كحاجه صحيه. عصير البطيخ اديله حاجه صحيه 10 من 10، ما عندناش اي مشكله فيه، يعني فركتوز لو انت يعني اللي عامله في البيت او جايبه من مكان كويس. كدايت بصراحه اديله 3 من 10، لا انصح خالص بيه للناس اللي عامله دايت. طبعا لو الناس اللي في الكيتو ما تنفعش، ولو الناس بعد الشر عندها سكر فبرده ما ينفعش. فده ما عنديش اي مشكله معاه خالص. خده 89 مره في اليوم، ده ما تاخدوش ولا مره لو انت عامل دايت لان مش هتخس كويس وهتجوع قوي بعدها. طيب المنتجات بقى، المشروبات الغازيه، خليني اقول لك ان بصراحه يعني ال7 اب دايت والجرين كولا، الجرين كولا احسن شويه. خلينا نتكلم ال7 اب دايت لو انت عامل دايت ينفع تاخدها، لو انت عندك ادمان للمشروبات الغازيه برضو ينفع تاخدها، لو انت في كيتو دايت ينفع تاخدها. مشكلتي الاساسيه معاها ان انا مش عاوزك تبقى لسه في فكره ان انا بحب بعد الوجبات اشرب حاجات فيها مشروبات غازيه. طيب هديها كام من 10 عشان نخلص؟ اديها كدايت 10 من 10، ما تاثرش على اي حاجه اطلاقا. اديها كحاجه صحيه 7 من 10 لانها من بره ومصنعه وفيها اسبرتام. جم فتره قالوا ان هي ما فيهاش اسبرتام بس هي فيها اسبرتام. هل الاسبرتام مضر وبكارسينوجينيك وبتاع زي ما الناس بتقول؟ مش للدرجه، بس في كلام وفي مشاكل، فانا مش هعرف اديها ل 7 من 10. طيب الجرين كولا تنفع في الدايت، لو حد عنده سكر ينفع ياخدها، لو حد عامل كيتو ينفع ياخدها. هي افضل من ال7 اب والكوك زيرو والحاجات دي لانها ما فيهاش اسبرتام، فيها ستيفيا. ما عنديش اي مشكله خالص معاها خالص. والناس برضو اللي هي بتجيلي بتبقى مدمنه بيبسي بكتبها لها كذا مره بكذا طعم عشان يبدا ياخد الحاجات اللي فيها مشروبات غازيه بس ما ياخدش الطعم اللي متعود عليه، فيبدا مع الوقت يبدا من عقله تقل فكره الادمان اللي هي اللي هو كان عليها. يعني اديها كدايت 10 من 10، اديها كحاجه صحيه 9 من 10. قلت لك انا عندي مشكله دايما في الحاجه الصحيه، اي حاجه من بره اتعملت في مصنع مش هي احسن حاجه، بس ينفع تتاخد، ما عنديش مشكله خالص لو اتاخدت كل يوم في الدايت كمان. فدي بالنسبه لحاجات المشروبات الغازيه. في الاخر يا صديقي انت خدت قرار ان حياتك هتكون صحيه، وانا حاولت اساعدك على قد ما اقدر وقلت لك كل المنتجات وايه اللي ينفع يتاخد وايه اللي ما ينفعش يتاخد. فاضل انك تكون حقيقي وصادق وتبقى واخد قرار حالا وتقول لي في الكومنتات تاريخ اليوم اللي شفت فيه الفيديو، وان حياتك هتتغير وان نو واي باك، انت مش هترجع تاني للشيبسي والبسكوت وللحاجات الكيك، لان العلم ما سبقش وحاول يسهل الموضوع عليك شويه. فاضل بس انك تبقى عارف امتى نستخدمها وامتى لا. فوعدني انا مش هقفل الفيديو الا لما تعمل لي لايك وتكتب لي في الكومنتات دلوقتي ان انت معايا. قول لي انا معاك، وهبدا النهارده ان انا مش هاكل اي حاجه غلط ولا ادخلها في جسمي خالص. فيلا نبدا. خليك فاكر ان انا مش بس دكتور الدايت، انا صاحبك في الرحله.